لأنه وظيفة كثيرة أهم منها. كفى هذا مني، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal المتكلم الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما رأينا في الواقع في كل يوم كثير من الناس استعمال الهاتف المحمول. يكون لها خاصة بمعهدنا هذا مدرس. إن خالق من الناس قال إذا ليس لنا الهاتف الحياة ليس بالأمين كما قلت. إن رأيت كذلك هذا خطأ جدا وخطأ كبير. لماذا قلنا مثل هذا؟ لأن الهاتف المحمول عندما وقرأنا في الجرائد باستعمال الهاتف، والهاتف أيضا يغفل الطلاب في التعلم وينقسم وقت التعلم. وكم من أستاذ في معهدنا هذا يغفلون عمل العبودية إلى الله بسبب الهاتف المحمول. والله يكره الناس بسبب الأموال. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إخواني، هل فهمتم كما قال في القرآن العظيم؟ لماذا قلتم الهاتف ينتفع للطلاب؟ على ترى أكثر من الناس المفاصل لاستعمال الهاتف، بل أكثر الشدة مرة أخرى يؤدي إلى الصحيح. يمكن هذا فقط مني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Falan ayuhal musabiq al-waqt li akhdi al-istinbat. Tafadhal li ahadikum liyastanbit. شكرا كثيرا على السؤال الذي قد أشرحه إلينا جميعا. بما كنت حديثا موافق لنا لو نفكر بفكرة في جهاد واحد، ولكن لو نفكر بفكرة حسنة واجد كان كلامكم غير موافق في مكاننا وفي هذان، غير موافق في مكاننا وفي أحوالنا. فلماذا كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الدنيا فعله بالعلم، ومن أراد الآخرة فعله بالعلم، ومن أرادهما فعله بالعلم. ومن ذلك الحديث نستطيع أن نستنتج فلا بد علينا أن نجتهد في طالب العلم. لماذا كذلك؟ لأن الإنسان لا يمكن لنيل سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالعلم. لذلك في هذا الزمن وفي هذا المكان لا يمكن لنيل العلم إلا باستعمال الهاتف المحمول. لماذا كذلك؟ لأن الهاتف المحمول هذا الزمان ليس في زمان الماضي. الهاتف المحمول في هذا الزمن كان آلات الأسحار لمعرفة المعلومات والأخبار، سواء كانت الأخبار في داخل البلد أو في خارج البلد. كثيرا من الأخبار في أهوالنا وفي مكاننا الذي يجب علينا أن نعرف ذلك الأخبار. دون شك لو نفكر في فكرة في جهاد واحد كان كثيرا من المفاسد إنما نستعمل الهاتف، ولكن لو نفكر بفكرة حسنة واجب كان كثيرا من الفوائد إنما نستعمل الهاتف المحمول. لا نفكر هاتف المحمول في زمان الماضي،
ولكن حتيف في زمان الآن وكثيرا من الأمثلة كمثل سامسونج، نوكيا، ليفينو، أوبو وكثيرا من الأمثلة وكذا هذا. لذلك يجب علينا أن نستعمل ذلك الهاتف. أيوة، قبل أن نتكلم فكر أولا، قبل كما علمنا وكما عرفنا في قاعدة المشهورة الحكم على شيء فهم تصوري. قبل ما تحكموا من الشيء فوجب عليكم أن تعرف ذلك الشيء ما هو شيء. إذا ما عرفتم ما هو شيء يجوز بل يجب عليكم أن تحكم ذلك الشيء. لا تقولوا كذلك هذا المكان إذا ما هل أردت هم يقولوا إلينا كنت فتى الزمان فعرفت فتى الزمان، إنما لا نستعمل الحديث. ماذا كثيرا هم يقولوا إلينا كنت فتى الزمان، هل هذا كذلك؟ نحن لا نريد كذلك وأنت وما عرفتم. أيوة، في هذا الزمان لولا نستعمل الهاتف وما نعرف من الأخبار في خارج البلاد وما نعرف من الكثير من المعلومات ومن محادثتنا نستطيع أن نستنتجها، فلا بد على طالب العلم محل العلوم الدينية الإسلامية استعمل الحديث المحمولية. هذا فقط منا وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيكم أنيفا ولم نوافق من رأيكم جميعا بإيجاب استعمال الهاتف في هذا المعهد مدي مصر. ماذا قلنا كذلك؟ لأننا إذا نرى من رأينا الهاتف، لأن الهاتف المحمول يؤدي إلى مقاصد كثيرة، والحاصلة مما قلنا آنفا أن الهاتف المحمول لا ينتفع إلينا. لماذا أقول كذلك؟ لأن الهاتف المحمول يؤدي الطلاب إلى الغفلة. أيوة، والهاتف أيضا هو منابع للمعاصي. لماذا قلنا كذلك؟ لأن الهاتف في زماننا هذا يغفلون في تعلمنا، والهاتف أيضا هو لا ينتفع إلينا. لأن الهاتف المحمول كما رأينا في التلفاز وقرأنا في الجرائد كم من الناس يغفلون بسبب الهاتف. هم يعصي إلى الله في كل يوم وليلة بسبب الهاتف من رسالة ودرشات وغير ذلك مما ينتفع إليه. والهاتف أيضا يقرب طلاب إلى الزنا، والله نهى إلينا أن نقرب الزنا كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويدل من آيات الله تعالى آنفا أن الهاتف يضر إلينا طلاب بسبب الهاتف. نحن نعصي إلى الله تعالى وبسبب الهاتف وقتنا لوقت تعلمنا، والهاتف أيضا تنقص إلى وقت تعلمنا. يمكن هذا فقط مني. شكرا جزيلا على استماعكم جميعا. بالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أيها الطالب وأيها المتسابق المحبوب. إن أيها المستمعون، منهم من قال
maqalu anal hatif huwa yudurru at-talabah falihada yamna'una isti'maluha fi hadzal ma'had asy-syarif alaysa kadzalik wa minhum man wafaqa isti'malil hatif mu'tamidan anal hatif hiya wasilah wa alatun wahidah allati nattasilu biha ila qaryatina ila ummina wa ila abaina. Syukran jazilan ala ma alqaitum fa tatafaddalu li an tatruka hadzal makan asy-syarif. Tayyib ayyuhal mahbubun min ba'di ayyalqaw sahibuna hadzal maqala fa nahnu sanatruka hadzal masrah fa insyaallah sanattabi'u wa nastamirru fil waqtil akhar. Syukran ala ihtimamikum wa syukran ila hukama'ina wa ila hakimina. Syukran jazilan ila jami'an wa nufawwidu hadha ila moderator umum. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan dewan hakim Pak Sarap. Kemudian acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Fahmil kepada para peserta